ايه اللي بنشوفه على التلفزيون بعد ما بنفطر ده؟ مطلوب مني ان اتبرع لمستشفى السرطان القديمه والجديده، واعلان تاني مستشفى 500 واعلان تاني لمجدي يعقوب والحروق، واتبرع بهدوم اللي بتوع رساله، واتبرع باكل البنك الطعام، واطلع شنط رمضان، واطلع زكاه الفطر، وادفع ضرايب وميه ونور، واوصل مواسير ميه كمان عشان الست الغلبانه ما تشربش ميه طحالب. عارفين الاعلان ده؟ وفوق كل ده استحمل غلاء الاسعار. لا، واللي يغيظ ان في نفس ذات الوقت يجي لك اعلان ان اشتري فيلا في القطاميه واحجز في ماونتن فيو، العرض اللي هو ابو 3 مليون جنيه قبل ما يخلص. طب نفكر خارج الصندوق شويه يا جدعان، وما ننساش ان احنا كحيانين عشان الصندوق اتعبى للاخر خلاص. الدقيقه الاعلانيه كانت من 10 سنين ب 100,000 جنيه، يعني اعلان فودافون او غيره لو اتذاع 10 مرات في اليوم بمليون من غير اجور فنانين. وده من 10 سنين. اعلان اتصالات زمان بتاع يسرا ومحمد منير كان ب 35 مليون جنيه، والناس كلها كانت عارفه الرقم ده. يعني كل شركه من شركات المحمول ممكن تكون صرفت في رمضان خلال ال 13 سنه اللي فاتوا حوالي 500 مليون للدعايه بس. 500 مليون للدعايه واتخصموا من ضرايبها كمان. يبقى الافضل لينا كمواطنين والافضل لشركات الاتصالات وللدوله كمان يبقى عندنا مستشفى فودافون للاورام، ومستشفى اورنج للحوادث، ومركز بيبسي كولا لزرع قوقعه الاطفال الصم، مستشفى اتصالات لابحاث امراض الكبد، ويحطوا اسمهم بقى على المستشفيات وعلى تذاكر المرضى. لا، وبلطوهات الدكاتره كمان، وعلى علب الدواء. وكمان يا سيدي فوق كل ده هيتكتب لهم قصور في الجنه. او اضعف الايمان خالص ان هم يحسنوا الخدمه بالفلوس اللي بتدفع، الملايين اللي بتدفع في الاعلانات دي كلها، لان اغلب الناس اللي بتتفرج على الاعلانات دي مش لاقيه تاكل. الناس دي محتاجين قوي كمان، خصوصا اليومين دول. انا بكلمك بامانه والله، تشوف التلفزيون تحس ان هم بيخاطبوا الناس اللي عندهم ملايين، الناس اللي مش لاقيه تودي فلوسها فين، مع العلم ان احنا اكتر وقت واكتر ناس محتاجه هم اللي بيتفرجوا على الاعلانات دي. يا جدعان يا جدعان والله ما فيها كلام يتقال، انا بكلمك بامانه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.